يا أهلا بيكم. تخيلوا كده إن جوه بقنا كلنا دلوقتي وفي كل لحظة في معركة كبيرة جدا شغالة. النهاردة بقى هننزل مع بعض في رحلة استكشافية للعالم الخفي والمدهش ده. طيب، عمرنا وقفنا لحظة وسألنا نفسنا إيه اللي بيحصل بالظبط جوه الفم بعد أي أكلة؟ الحقيقة إن الموضوع أكبر وأكتر إثارة بكتير من مجرد مضغ وبلع. دي قصة تانية خالص. عشان نفهم القصة دي خلينا نتخيل الفم بتاعنا وكأنه مدينة كبيرة. أيوة، مدينة صاخبة ومليانة حياة وعمرها ما بتنام أبداً. في المدينة دي بعد كل وجبة بتقوموا حفلة كبيرة، بس في مشكلة صغيرة. ضيوف الحفلة دول محدش عزمهم أساساً. بقايا الأكل دي عاملة زي المغناطيس لكائنات صغيرة جداً، ودول بقى أبطال قصتنا النهاردة، أو يمكن أشرارها. يلا بينا بقى نتعرف على جيش الأشرار ده، الجراثيم. بالظبط كده، هم دول الضيوف التقال اللي محدش عزمهم ومستنيين بس أي فرصة عشان يقلبوا الدنيا ويبدأوا المشاكل. طب الجراثيم دي بتشتغل إزاي؟ الموضوع بسيط. عشان يشتغلوا براحتهم بيبنوا لنفسهم حصن منيع على أسناننا. الحصن ده عبارة عن طبقة لازجة كده ومش بتتشاف بسهولة، واسمه البلاك. ده يعتبر بقى مركز العمليات والقيادة بتاعهم. طيب، إيه اللي ممكن يحصل لو سيبنا جيش الأشرار ده يسيطر على المدينة ومحدش وقفوا عند حده؟ للأسف العواقب مش لطيفة خالص. شوفوا بقى، أول حاجة الحصون بتاعتهم دي بتبدأ تحفر في جدران المدينة اللي هي سناننا، وده اللي بنسميه التسوس. ده غير طبعاً إنهم بيسببوا ريحة نفس مش كويسة خالص، وكمان التهابات في اللثة اللي بتخليها موجوعة وورمة. لكن لحظة واحدة، مش عايزين نقلق. مفيش معركة من غير سلاح سري، وهنا بقى بيجي دور الأبطال الخارقين بتوعنا عشان ينقذوا الموقف. أقدم لكم الثنائي الخارق اللي هيحرر المدينة: فرشة السنان والمعجون. أيوة، هم دول الأبطال اللي الجيش الجراثيم كله بيعملهم ألف حساب. الصورة دي بتلخص الحكاية كلها. بصوا الفرق بنفسكم، فرق مذهل صح؟ قبل ما الأبطال يتدخلوا السنان كانت عبارة عن قلعة للجراثيم، لكن بعد تدخلهم بتتحول لسطح نظيف وبيلمع وخالي تماماً من أي شرير. تمام قوي كده، احنا عرفنا مين هم الأبطال، بس الأهم من السلاح نفسه هو إزاي نستخدمه صح عشان نضمن إننا هنكسب المعركة. دي بقى خطة الحرب اليومية بتاعتنا. الرقم السحري في معركتنا دي هو 2. المدة المثالية لغسيل السنان هي دقيقتين كاملين. لازم دقيقتين مش أقل من كده، عشان نضمن إننا قضينا على كل الأعداء وما سبناش ولا واحد. وخطة الهجوم سهلة جدا. أول حاجة، يدوب حتة معجون صغيرة قد حبة البسالة. تاني حاجة، نغسل بالراحة وبحركات دائرية صغيرة. تالت حاجة، ودي مهمة قوي، لازم نتأكد إننا نظفنا كل حتة، السطح اللي بره واللي جوه والمكان اللي بنمضغ بيه. والخطوة الأخيرة بقى، اوعوا ننسى اللسان، لأنه هو كمان مكان ممتاز للجراثيم بتحب تستخبى فيه. والخلاصة كلها في الجملة دي، إن المعركة اليومية البسيطة دي اللي مش بتاخد وقت هي اللي بتضمن لنا في الآخر ابتسامة صحية وجميلة طول العمر. الحكاية كلها استمرارية. ودلوقتي السؤال الأهم، هل ابتسامتنا مستعدة ليوم جديد كله انتصارات؟ القرار في إيد كل واحد فينا، كل يوم.